الدعاء قبل انطلاقه المقابله. مقابله يعني امكانيات اللي ممكن انها تعطي الاضافه. ايضا ما نساوش الدور ديال ايوب القعدوي اللي كيبقى ايضا لاعب سريع ومكير وممكن انه في اي لحظه يتكلف بكره في الخط الامامي. هذه محاوله من جديد لفريق الجيش الملكي، عمليه اختراق قدم الفاتي، الدخول والزاويه الثالثه. الزاويه الثالثه التي تاتي في مباراه اليوم. نعم، كره مباشره في الزاويه، هذه المره هي الاولى من الجهه اليمنى للحارس. زاويتين سابقتين من الجهه اليسرى لحارس مرمى فريق اولمبيك خريبكا عبد الرحمن قرن. الجماهير اليوم يعني تشجيع صراحه رائع. مدرجات اليوم باصوات تصدح بشكل جميل. كره ملعوبه اماميه، محاوله للمرور، عمليه اختراق فاتي، فرصه صويبه مرت بالمحاذاة من القائم الايمن. اولى البوادر في مباراه اليوم على المستوى التهديفي. وهذه محاوله ديال الابعاد، رجعت عند من؟ عند زين الدين دراك. زين الدين دراك يرجع الكره ديال عند ترخات كيضغط كما يضغط الجيش الملكي اللي يرخي بكل ثقله على مستوى الخط الامامي. انور ترخات يحاول يمر، كيحافظ على الكره ديالو، تمريره كره داخل منطقه الجزاء، كمان الانزال. كانت عمليه هجوميه مستمره من جديد من جانب فريق الجيش الملكي في الخط الامامي. لاحظوا هنا البناء العمليه الهجوميه بهذا الشكل هذا، بهذه الطريقه هذه. في اخر الماتش كره ملعوبه اماميه، محاوله من جديد الجهه اليمنى، فرصه امكانيه ديال الدخول داخل منطقه الجزاء، تمريره فرصه والحارس. اكيد انه تنافس كبير بين كل الفرق الوطنيه، كلها تبحث من اجل الوصول لمرمى خصومها. رضا سليم يلعب كره اماميه، فرصه من ادم النفاتي، ولكن التقدير سيء للكره الماضيه. تصويبها مره ثانيه زين الدين دراك، ومحاوله الحكم كيقول ما فيها شيء. يعني في الوقت اللي تحضير في خط الوسط حاتم صوابي كيرجع الكره ديالو للخلف. بدايه لبناء العمليه الهجوميه من جانب عناصر فريق الجيش الملكي هذه المره من الجهه اليسرى. الاستعانه بزكريا فاتي، تمريره لادم النفاتي، ادم النفاتي يستلم، ينسل ادم، يدخل بها داخل منطقه الجزاء. والدفاع حاضر، دفاع اللي بعد الخطوره ويبعد الكره ويخلي الكره الماضيه تغادر. كريم البوناكت، مساحه خطر، كره جانبيه لعبت بسرعه من الجهه اليسرى من ادم النفاتي الانطلاق بهذا الشكل داخل منطقه الجزاء. بوناكت ينقذ الموقف مباشره الى الزاويه رقم 5 من 6. هذه سجلوا معي، كره مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. كره في الزاويه، رضا سليم خلف كل الكرات الثابته على يمين الحارس عبد الرحمن قرنان، والاستعداد تلعب هذه الكره دائريه، ولكن هنالك تغطيه لا زالت داخل منطقه الجزاء الراسيه ومباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. ضربه مرمى بعد 18 دقيقه. صراع لا زال مستمرا، كره ملعوبه في الخط الامامي من جانب فريق الجيش الملكي. بوناكت مره اخرى يبحث عن ابعاد الخطوره، ضاعت له تمريره جانبيه، البحث عن الراسيه من اجمان، ضاعت لاجمان، تغطيه من جانب سفيان كركش. فتره من الفترات كان هنالك تردد على مستوى الخط الدفاعي. هجمه مرتده لاولمبيك خريبكا، تجاوزت خط الوسط وعاد فريق الجيش الملكي للاستفاده من الكره الماضيه. كره عند رضا سليم، لكن هنالك تغطيه، هنالك الانقاذ، تغطيه دفاعيه مباشره، كره صوب التماس. الصوره محمد ايمن سديل الذي يبعد الخطر الماضي، يبعد الكره الماضيه. محمد ايمن سديل بذكريات خاصه، ذو 27 سنه، لعب في فريق الرجاء الرياضي، لعب في سوفيات برشيد، لعب ايضا في الاتحاد طنجة. كره اماميه مباشره الى خارج في الملعب في الزاويه. لاحظونا محاوله لعب هذه الكره بشكل صحيح، تنفذ. حمزه كمان راسيه لولا براعه الحارس عبد الرحمن قرنان كان بالامكان اننا نشوفوا هدف محقق من انقاذ الموقف باطراف الاصابع كيخرج الكره الماضيه. نعطيو حقه لانه فعلا قام بتصدي بطولي. كره اماميه
جديد الجيش الملكي. الانزال من مفيد كيلعب الكره بهدوء. تمريره من حاتم الصوابي اماميه تصويبه. هذا من النفاتي، هذا من النفاتي لعب الكره ديالو على الطاير ومشات بشكل مشى في فريق اولمبيك خريبكا. زويل الهاشمي، نيلمار بلي، بلال الصوفي، حمزه فتوكي واسماعيل الحراش اللاعبين اللي كانوا غادروا المقابله حينها لاعبين اللي تم تغييرهم بسفيان كركاش، ياسين مرسل، ايضا انور كباس، دون ان ننسى ادم ديوم ومحمد قسو. كره اماميه تصويبه الحارس في المكان المناسب. زين الدين دراك ثاني تصويبه بهذا الشكل هذا. الى اعطينا الحق للتصويبه الاولى اللي كانت ديال ادم ان مجموعه من اللاعبين كيبحثوا على الكره العاليه. رضا سليم يلعب كره لادم النفاتي، ادم النفاتي يرفعها، كره ممتازه راسيه مشات الكره شاربيه ما خرجاتش. ادم كره رجعت من زكريا فاتي الجهه اليسرى، تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء، محاوله من جانب ايكامان ضاعت له كيصوب الى خارج الخط الخلفي للملعب، ولكن كانت تغطيه رجعت عند زين الدين دراك. ترخات زكريا فاتي، تمريره داخل منطقه الجزاء، محاوله افتتاح مفيد، تمريره فرصه ومحاوله مستمره في اخر مطاف الحارس. فرصه كانت ذهبيه لفريق الجيش الملكي تسجيل هدفه. كره جانبيه داخل منطقه الجزاء، محاوله الحارس يتمكن من ايقاف الكره الماضيه. بقاء نتيجه 0 مقابل 0. يرجع بالخصوص لتألق حارس مرمى فريق اولمبيك خريبكا، صد العديد من الكرات ابرزها كره اللاعب العربي الناجي اللي كانت تسير للزاويه 90. كره من رضا سليم، محاوله اماميه، فرصه ايمانويل، تحضير، تصويب، مرمى مباشره، هيئات بشكل رائع، هيئات بشكل ممتاز. ايمانويل رجع على الخلف، حمزه يصوب لكن بعيده. ايمانويل شأن الكره والتصويبه جات بهذا الشكل وبهذه الطريقه. لاحظوا التحضير ولاحظوا التصويبه من حمزه يكمن شمالات خارجيه عن طريق العربي الناجي. يغير تماما الجهه اليمنى، ينزل بهدوء، كنترول رائع، عمليه هجوميه، محاوله بامكانيه الاختراق، البحث عن التمرير داخل منطقه الجزاء. رضا سليم يمر، ضربة جزاء يعلن عنها حكم المباراة. ضربة جزاء تأتي في هذه الجولة الثانية. ضربة جزاء رضا سليم مع الحارس المتألق عبد الرحمن قرنان لأنه تألق في الجولة الأولى. رضا سليم يضع الكرة في المرمى. جول رضا سليم يتوجه، يلعب الكرة، يضعها في جهة والحارس في جهة. قاسية على أولمبيك خريبكا، قاسية على تموضع أولمبيك خريبكا بمشوار كان رائعا طوال هذا السنوات اللي عشناها مع فريق اللوسيكا. جميل ايضا بعض جماهير فريق اولمبيك خريبكا تساند، وهذا امر رائع. كره ممتازه راسيه، حاتم الصوابي كاد ان يضع الكره في المرمى. لاحظوا ان ادم النفاتي رفع الكره ديالو داخل منطقه الجزاء، راسيه بهذا الشكل جدا. كره كتساهم في الامدادات الهجوميه. هذه تمريره رائعه الفريق اولمبيك خريبكا، انطلاقه هجوميه الجهه اليمنى، محاوله انسلال، البحث عن تمريره من جانب كوامي، كيرفع كره جانبيه، فرصه وكترتطم بالعارضه وكتضيع. هدف محقق لفريق اولمبيك خريبكا، كيضيع ايوب الكرد. كاد ان جماهير الجيش الملكي في هذه الاثناء ترفع تيفو خاص لها. نعم، هم يتابعون، هم يساندون صورة رائعة في المدرجات. دقيقة 71 كنشوفوا هذه الصورة المعبرة، هذه الصورة التي تأتي من مدرجات المجمع الرياضي الأمير منى عبد الله بمدينة الرباط. يساندون، يتابعون، والجيش الملكي يواصل عمليته الهجومية. محاولة في اتجاه هذا شينا، لعب الكرة ديالو أمامية رأسية،
ضغط من فريق اولمبيك خريبكا. فرصه انزال داخل منطقه الجزاء. محاوله صويبه ولكن كترجع عن شينا ماذا يفعل؟ محاوله اختراق دخول ضربه جزاء في الانفاس الاخيره من المباراه. الحكم لعب الى عميمي، لعب اتحاد طنجة، لعب كوكب مراكشي، لعب العديد من الانديه رشاد بن بلال. وجه مع الحارس ايوب الكرد. كرة مهمة لفريق اولمبيك خريبكا، مهمة للجيش الملكي. تنفال وتضيع بغرابة، وكرة تضيع بغرابة. ماذا يحدث هنا؟ انفجرت الجماهير وهي تتابع الكرة الماضية. عارضة تنوب عن الحارس. الجيش الملكي متقدم بهدف واحد مقابل لا شيء. عبد إلى عميمي يضيع في انتظار معرفة ما إن كان الحكم قد أعلن على نهاية المقابلة أم لا، لأنه كيف كنشوفوا الآن مجموعة من اللاعبين سعيدين. ونشوفوا هنا ارتطمات بالزاوية 90. العارضة الأفقية نعم، نابت عن الحارس أيوب الكرد. ضربة جزاء لم يتمكن من الاستفادة منها فريق اولمبيك خريبكا. شوف الفرحة، اطلقوا العنان.